السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. أول فيديو لينا على اليوتيوب. قررنا يا جماعة نبدأ بأول فيديو لينا على اليوتيوب، بما إنكم طلبتوا مننا إن احنا نعمل فيديوهات على اليوتيوب وقناة وكده، فاحنا يا جماعة هنعمل فيديوهات على اليوتيوب، فلوجات، مش عارف يعني حاجات يعني وكمان هنشارككم طبخات وحاجات كده بس أول فيديو خلاص مفاجأة يعني عشان يبقى في اثاره جدل سسبنس. كده. اول فيديو يا جماعه هنبداه دلوقتي. النهارده هنعمل ايه؟ احنا كنا منزلين اسك اول ما اتجوزنا، والاسك ده احنا ما ردناش عليه، في اسئله كتيره جدا، تقريبا احنا منزلين تاني يوم فرحنا او تالت يوم فرحنا. فاحنا دلوقتي هنرد على كل رسائل الاسك كلها. ضن يلا بينا، جاهزين؟ يلا يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي اول سؤال. يا كل ده. اول حاجه من ايمي بتقول لك احكوا لينا اتعرفتوا على بعض ازاي، مين اعترف بحبه للتاني الاول. اللي بعده لا هنقول اللي بعده اتعرفنا على بعض ازاي يا جماعه. بصوا يا جماعه انا هحكي لكم. هتقعد تقول كنت ماشي ومش كنت ماشي. لا انا هقول احكي الحقيقه. مش حقيقة قوي. بصوا يا جماعه، هي بتلغمش عليا ليه وانا بقول لكم، عايز اقول لكم الحقيقه عشان اقول لا عشان هي يا جماعه كانت هتموت عليا. حصلش. اوكي. شفت ربنا. تمام، فانا اتجوزتها قبل ما تموت عليا، يعني انا جوزت عشان ما تموتش، صعب عليا يا عيني. حرام. فاهميني؟ بس يعني دي كل القصه. مين اعترف بحبه الاول؟ اكيد طبعا هي، ما انا لا بقول لكم كانت هتموت والله عليا. والله ايه الحقيقة؟ مين اللي قال التاني ده؟ قول الحقيقة. الحقيقه نو كومنت. كمنت. يلا بقى السؤال اللي بعده. بس بجد هو اللي قال لي بحبك كده. هو اللي كان بيجري لا انا اللي ورايا. قلت لها بحبك، هي اللي قالت لي هو اللي بحبك كان كده. بيجري ورايا. المهم ان احنا بنحب بعض يعني. يعني مين قال مين عمل، هي مش شكليات. اللي بعده. تاني سؤال بيقول انصحوني ازاي اتخطى حب 7 سنين بعد ما دمرني وراح خطب بعدها بشهر، عمري ما سامحه، جالي متلازمة تشنجات في وشي. الموضوع ما بيبقاش سهل خالص انك تتخطي حب 7 سنين، وعشان كده بنقول يا جماعة بلاش ترتبطوا فترة كبيرة، او لان العلاقة ما بتبقاش رسمية او حاجه ما بترضيش ربنا، فبيكون اخرها وحش يعني. كل ما تفتكريه افتكري ان هو جاب لك تشنجات في وشك وتكرهيه على طول. لا فيعني حاولي اقعدي مع عيلتك، اقعدي مع اصحابك، اخرجي اتفسحي، تشغليش بالك بالكلام ده. الموضوع مش هيعدي بالساهل، بس هي واحده هيبقى الموضوع عادي وهيبقى. الحاجات دي بتروح وتيجي. ايه اللي بتروح وتيجي؟ يا فلوس ايه؟ لا والله الحاجات دي كلها نصيب يعني عادي. يعني عادي بتروح يعني عادي. حد ما فيش نصيب فخلاص رميشي يعني. هيجي حد تاني يعني. خلاص البني ادمين خلصت كده. ايه الحكمه دي؟ أيوة بس يعني بقى انت بتضحكي على مشاعر البنت. لا خلاص مش بضحك والله يعني. خلاص والله ربنا يصبرك. هو عموما يعني في 500 واحد تاني. الاسك ده بقاله شهرين، زمان نسيته اصلا يعني. زمان نسيت ان هي بعتنا بالاسكر. تالت حاجه بجد في ناس كتير. ما طب وانا جاي اتكلم لا تتكلمي في في ناس كتير جدا، وفي ناس احسن يعني. دي حاجه راحت، في ناس احسن منه بكتير. صح. بس الاهم بقى ان لما يجي الشخص اللي بعده ولا الفرصه اللي بعدها تبقى رسمي بجد. نصيحه مني يعني. صح. حاجه مهمه بقى. هو في ايه يا بنت اللذينه؟ كمل. اللي بعده بيقول إسراء بتقول شيماء حلاوة قوي بعد الجواز. اللهم بارك. شكرا. شيماء حلوة طول عمرها. أمارات قوي، ربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم. وشوشو عندها قبول ما شاء الله. حبيبتي تسلميلي. أنا مش عايز أسأل، أنا بحبكم قوي، ربنا يسعدكم يا رب ويحفظكم. اسمها آلاء. ربنا يخليكي، تسلمي يا رب. عندكم كام سنة؟ أنا
97 وهي حاجة 21. يعني انت ازيك عامل ايه؟ انت كام يا بنت انت؟ اطلع بره. انا سني كنت كام؟ ها؟ انا انت كام؟ انا على 5. فكرة انا فاكر بس يعني ما طب فاهم قول. قدام الكاميرا بتوتر. لا قول. إيه... عندك لا معلش سيب الموبايل بقى كده. والله كام سنة؟ هتقمص بجد. انتوا هتفرقوا بينا ولا ايه؟ اقفل يا ابني الكاميرا دي. عندها 37 سنة. لا بجد شيماء عندها 24 سنة. لسه ما تمتش الا 24 سنة. شاطر. صح؟ بالظبط كده. 25/5 الجاي هبقى 4 ايه هبقى كام؟ 25/5 ده كان تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية بتاعتي، فاليوم ده مش هنساه كده كده. ابقى تميت يعني هبدأ بقى في ال 24 يعني دلوقتي 23 وهو عنده 16. ايه هو دي؟ هو ايه هو دي؟ انا اسمي ايه؟ اسمك ايه؟ معرفش. انت اسمك ايه يا ابني؟ اسمي انسان. الكاميرا تتقفل وهنشوف الحوار ده. مش متذكرة انت مين بالظبط. هيبقى عنده 16/11 الجاي. هيبقى عنده 16/11 الجاي ايه؟ ايه؟ انا عيد ميلادي ما اللي بعد كمان يومين. ماشي. خلاص. هيبقى عندك 24. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. هيبقى عندك 24 سنة. يعني هو أكبر مني بكام شهر يعني مش حوار. اعملوا قناة يوتيوب نتفرج عليكم بدل ما انتوا بتذلونا عشان نشوفكم. سارة. والله يا سارة احنا فتحنا بقى قناة يوتيوب. فتحنا قناة يوتيوب ايه ده؟ القناة كبيرة. القناة فيها 950,000. ابعت لنا احمد بقى. اه مش هنا، مش ده. عندنا قناة يوتيوب بس احنا مكناش بنعمل فيديوهات طويلة، بس هنعمل ان شاء الله يعني. فازاي يعني الحمد لله يعني كنت ازيكم عاملين ايه؟ واخدين بعض عن حب. صالونات. هو نص صالونات بصراحة. ايه ده؟ يا جماعة دي اسرار. بس اكيد بحبها يعني وهي بتحبني يعني. بجد لاقيين على بعض قوي. ربنا يسعدكم في حياتكم يا رب ويبعد عنكم العين الوحشه ويرزقكم بيبي قريب يا رب. تسلمي لي. شكرا. فاطمه عيد بتقول لي ما اتجوزتهاش ليه لحد دلوقتي؟ بجد ايه ده؟ احنا بنعمل ايه؟ بتسلى. بنضيع وقت. انت مش بتيجي الفرح ولا ايه؟ جاي متأخر تقريبا. تستهجى ولا ايه؟ نهاد بتقول لي يلا ردوا عليا. اقسم بالله برد اهو يا نهاد والله. بس يعني على ما فكرنا نعمل اسك وقصدي نرد على اسك. يعني ايه الشغف. لسه متجوزين جداد يعني عقبالكم يعني كده. وبالمناسبه الناس يا جماعه اللي بتقعد تقول الجواز مش حلو، ليه يا جماعه؟ والله العظيم في نعمه الحمد لله. اتجوزوا يا جماعه. بيكرهوكوا في الحلال ليه؟ سيبكم من دي. الجواز حلو. نعم. يعني سيبكم من دي، من النقطه دي يا حبيبتي. الجواز حلو يا جماعه. تمام. نعمة حاجة حلال ربنا، نعمة من عند ربنا. فأنصحكم تناموا بدري. واحدة بتقول أنا والإكس ممكن نرجع. يعني محتاجين ندور. هو أنا الإكس ولا أنا؟ مش عارف والله يعني. محتاجين نبص شوية على نقطة الكرامة يعني. خلاص إكس خلاص. يعني لا بس لو جيت أقدم لك أرجعه عادي. المبدأ عندي بذمة الله. ربنا يحميكم ويحفظكم وتفضلوا مع بعض طول العمر. ربنا يخليك يا رب. امين يا رب. انت خريجة ايه وهو خريج ايه؟ هو خريج زراعة قسم حشو وترطفة. انا مهندس بس انا خريج زراعة قسم إدارة مشروعات. ماليش في الفلاحة. الله عليك. إدارة مشروعات. مش عارف ايه العلاقة بس والله العظيم انا قسم إدارة مشروعات. مدير بنك. يعني ممكن ادير اي مشروع. اللي عايز يدير اي مشروع يكلمه. طب وانا مش هتقول خريجة. دي خريجة. انت خريجة ايه؟
دي خريج كليه اقتصاد منزلي قسم ملابس ليه منزلي؟ فاشن. اقتصاد خلاص يعني، اقتصاد خلاص. اقتصاد وشيله منزلي وتخصص ملابس ونسيج وكبده زي الفل، والراجل ده حاجته زي الفل. يا جماعه انا عندي مواهب كتير قوي. وما شاء الله بتعرف ترسم وبتعرف تاكل وبتعرف تطبخ وبتعرف تنكد وبتعرف تعمل رز فيكي وحشه زي طز فيكي كده. انا فاهمني ليه فين. يا بنتي ازيك عامله ايه؟ من زمان متابعاكم ونحبكم بالذات من الجزائر، عروسه بتجنن قمر، يدوم محبتكم يا رب ونشوف اولادكم. تسلمي. اسمها ايه؟ نجيت مصريين. ايه؟ انت قول انت ساقط. نجيت. ياه طالعه من الاوائل انت، باين عليكي كل الاجتهاد ده. ازيك عامله ايه؟ يعني ربنا يخليك، يعني الجزائر على راسنا، الحياه اهل الجزائر. قلبي يا قلبي. كنت تحفه في الفرح، كل حاجه بسيطه وزينا مش زي افواره البلوجر. على راسي. الله يخليك. البساطه حلوه يا جماعه، والله احنا بنحب البساطه في كل حاجه. ايه اول طبخه شيماء عملتها في بيتكم؟ دي اول طبخه عملتها انا مش فاكر. اول طبخه كانت رز وملوخيه وفراخ يعني وكده يعني. هو احنا فضلنا نسخن الاكل اللي هو الاكل العروسه والكلام ده فتره كبيره بالميكرويف. احنا قعدنا شهرين يبقى احنا بقالنا شهرين. فاول حاجه عملتها كانت ايه؟ رز وملوخيه. كانت رز وملوخيه. كانت رز وملوخيه، بس اقسم بالله رز وملوخيه وفراخ زي فراخ كنتاكي كده. فراخ بصراحه شيماء اكلها جميل والله العظيم. مش عارفه اسمها ايه بس هي فراخ يعني. اكلها تحفه اقسم بالله. والله العظيم يعني حاجه حلوه. قاعد معاها لوحدنا بقى في البيت والله اكلها تحفه بصراحه. كم طب ما تجيب اقرا مره. تعرف تقري؟ خد. بس كفايه عليك كده. لا ثانيه، ما كفايه عليك قريتي كتير انت. رحمه تقول عسل قوي بجد ما شاء الله. الفستان منين يا جماعه؟ انا اللي عامل الفستان. انا يا جماعه دي فاشن ديزاينر قد الدنيا دي. عاملاه بايدي. وعامله فساتين كتير قبل كده وهي شغلها يعني درساه. يعني هي درساه واشتغلته كمان عملي. انا اللي صممت الفستان، صممت الديزاين بتاع الفستان وانا اللي نفذته. عملت كل حاجه من اول لاخر، والطرحه كمان بتاعت الفستان انا اللي عاملاها وعامله التطريز اللي عليه. يعني هي كان نفسها تعمله من زمان. هي نفسها كان صغيره نفسها اعمل كده. كان نفسها فستان الفرح هي اللي تعمله بتاعها. والناس اللي عمالين يقولوا ده بتوفر ومش عارف ايه. يا جدعان ده القماش بيكلف اكتر من اللي بتأجره. ده اي كلام. بعيدا عن فكره توفير ولا مش توفير، دي حاجه من وانا صغيره نفسي اعملها. لا هو ان انا عايزه اليوم ده ابقى انا اللي عامله الفستان بتاعي. حاساها حاجه حلوه بالنسبه لي. فليه لا؟ بصراحه كنت خايفه قوي ان هو ايه مع الزنقه والتوتر اللي كان في الفرح وكده ما يطلعش زي ما انا عايزه، ما يطلعش زي في دماغي مش عارف ايه وكده. ورحت جربت كذا حاجه بس يعني حمد هو اللي خلاني شجعني ان انا انا شفت كومنتات عمالين يقولوا انت عشان منوفي. لا والله بالعكس يعني. وبالنسبه لهم لما انت تعملي فستان صغير او كده فهو يوفر عليكي قوي ومش يعني بطلع جدعان. انا ما كنتش عارفه اتحرك في الفستان الكبيره عامه. هي عامله حاجه تناسبها، حاجه مختلفه، حاجه مميزه. انتوا مالكم عايزين. وده مش بقلل من اي حاجه بجد يعني. في كل حاجه ولها حلاوتها وكل بني ادم ليه ذوق. وبعدين يا جماعه بصراحه انا فكرت فيها يعني ممكن اجي اشيلها في الفرح وهي فستان كبير نتقلب انا وهي تبقى زي الكوره. والله العظيم عملت له فستان صغير عشان يقعد يشيلني في الفرح مش غير مره واحده بس. كنت هتلعب بيها الكوره. ايه الاحراج ده؟ ما انا شلت مره واحده بس. ايه العب بيك الكوره ايه يعني؟ ايوه هتقعد انا ما بلعبش ببنات الناس. انا ما بلعبش نزلني لتحت الحوارات دي يعني. انما هي مره واحده. ايه فوق وتحت وايه في؟ ايوه نتشقلب كده. هو اللي نتشقلب احنا زومبي؟ ما خلاص شلتك وخلاص. بس ايه بخلف ليه طيب؟ عشان كده. هات اللي بعده بقى.
كام سنة قلناها مرة. انت هتشيليني. ما خلصنا دي. شوشو منين؟ فين دي؟ اهي. هي شوشو منين؟ انت منين؟ انا من مدينة السادات محافظة المنوفية. اقول يا ماما بالتفصيل هو البطاقة. لا هي تستهدف بالله. هي بتقول اسيا بتقول انا بحبك واحنا كمان بنحبك يا ايه. هتخلفوا امتى؟ متحمسه قوي. والله احنا متحمسين اكتر منك يا رب والله يعني ربنا يرزق بس. اللهم بارك. ربنا يسعدكم. الفستان حلو قوي بس لو كان كم من الفستان كان هيبقى افضل، بس قمر عليك يا حبيبتي. يعني لو كان كم هي قصدها ما كانش يبقى الحته دي شفافه كده. ما كانتش شفافة. مش كان تحتيها بادي؟ كان بادي تحتها. ماشي بس هي بقى قصدها ان كم يبقى من الفستان نفسه ما يبقاش بادي يعني. مش عارفه. ماشي بس هي اذواق بقى. هي اذواق يا اسمها ايه؟ سمر. يا اذواق يا سمر. كان في دماغي حاجة معينة عشان كده عملتها، ان هو يبقى البادي لون مختلف عشان يبين الحوارات يعني. فاشن يا جماعه، فاشن. دارسة بره وجوه. بتحبوا بعض من امتى؟ من يوم ما اتولدت. مولود من هناك لهنا. لحظة ابكي. الجواز حلو ولا وحش؟ لا الحمد لله نعمة كبيرة من عند ربنا، واللي يقول لك وحش يبقى بيكذب عليك. ليه وحش يعني؟ نزلوا كل حاجة بقى. دي حاجات قديمة دي. قصدها على الفيديوهات. احنا نزلنا فيديوهات وصور. لا ما نزلناش فيرست لوك. ما نزلناش فيرست لوك؟ هنكمل. كان اهبل. كان بجد يعني اعبث فيرست لوك في التاريخ. الفيرست لوك بتاعنا بخبط عليها كده ما ردتش، فبقول لها الو. الو. بجد اليوم كان كله لخبطه من كتر اللخبطه اللي حصلت في اليوم والمواعيد اللي اتلخبطت. ما كناش مش فاهمين حتى السيشن احنا ما صورناه متاخر يعني. الدنيا كانت ضلمه. يلا الحمد لله يوم عدى يا جماعه. وبجد بقى في اليوم ده بجد كل حاجه تبقى متظبطه، وكل حاجه تبقى متظبطه من قبلها. يعني احنا لو مظبطين حاجه الساعه 5 احنا هنبدا نتحرك قبلها بساعتين، لان بتحصل وتطلع حاجات من مكان احنا مش عاملين حسابه خالص بتعطل كل حاجه، ولو اتاخرت ساعه بتاثر على بقيه اليوم كله. فانا بجد كنت مظبطه كل حاجه بالساعه، بس يعني الحمد لله. عندكم كام سنه؟ انا تتوقعوا كام؟ عايزه اقول حاجه كمان. ثانيه هم يتوقعوا مثلا. تتوقعوا في الكومنتات انا كام وهي كام؟ احنا سايلين. احنا قلنا؟ ازيكم عاملين ايه؟ انا 25 يا جماعه. والراجل بتاع القاعه فرق سنه واحده يا جماعه. يعني استنى عشان الموضوع ده مضايقني. الموضوع ده مضايقني. الراجل يتكلم الاول. على فكره لسه فيرست. الراجل يتكلم. لسه فيرست. دونسي كوميونست فري. انا هقول يا جماعه السؤال اللي قبله. انا مش شايطها يا جماعه، عشان بمشي انا وهي الاقي واحده او يعني من اللي هم بيبيعوا ورده او الكلام ده تيجي تقول لي خد ورده مني يا باشا، يا رب تتجوز العسوله دي او الاموره دي. خلاص احنا متجوزين بقالنا قرن خلاص. ولا عمو اللي قاعدين في مكان يقول لنا المكان ده للعائلات فقط. ما احنا عائلات، احنا اتجوزنا. بقول له يا عم احنا متجوزين بقى، يقول لي لا لازم يبقى في بيبي. طب هخلف واجيلك. مش فاهم انا. مش ناقص المكان ده لما يبقى هو مش باين ان احنا متجوزين يعني. انا مش فاهم يعني. الله اعلم هنجيب امتى. اكتب على الارض هنا متجوزين. فبجد حاجه وحشه قوي لكل اصحاب الاماكن والكافيهات والحاجات دي كلها. اتنين متجوزين سيبهم يقعدوا، ما تقعدش تقول لهم عائلات بس يعني. هو فاكرنا هربانين من الدرس ولا حاجه. هقول بقى نقطه للفرح. عمو بتاع القاعه لو مشغلش الاغاني اللي انت عايزاها روحي انت اقفي على دماغه وزعقي له عشان يشغل كل الاغاني. ليه بقى؟ خلاص. لان بعد كده بعد الفرح ثانيه واحده بس، بعد الفرح ما يخلص وتيجي تتفرجي على الفيديو بتاع الفرح هتلاقي الاغاني اللي انت عايزاها ما اشتغلتش، الصور اللي انت كنت عايزه تصوريها ما اتصورتش، مفيش اي حاجه من اللي انت كنت عايزاها اتعملت، وهتفضلي بصي ايه تصلي على النبي. استهدي بالله والله استهدي بالله. هو بس ابص ثانيه هتفضلي خلاص والله ثانيه والله ما انت متكلمه خلاص. استهدي بالله. هتفضلي تجلدي ذاتك لحد ما مش عارفه لحد امتى، لحد لا يعلم الا الله. هتفضلي تجلدي ذاتك كل ما تشوفي الفيديو بتاع الفرح. فبجد خلاص ما تتنازليش عن اي حاجه ممكن تحصل انت مرتبه، ما تتنازليش عنها. هل شوشو بتفصل ولا هي اول مره كانت بتعمل فستان فرحها؟ حاجه على ايه؟ حاسه اني انفعلت شويه.
مش عارف انا. بجد الموضوع مضايقني قوي. يا جماعه انتوا لسه ما عملتوش لايك؟ ما تعملوا لايك يا جماعه، ما تعملوا لايك. احنا سايبين اللي ورانا، والله ما اتعشينا لحد دلوقتي، والله ما اتعشينا ولا عملت لي اكل وسايباني جعان. قصدك ايه يعني؟ تلمح لي حاجه؟ اعملوا لايك بقى عشان اشبع. ايه تاني؟ لا هي كانت يعني انا عامله حاجات كتير عامله حاجه بتفصل قبل كده لنفسي ولناس تانية وللكليه، بس يعني ايه انتوا لسه متعرفونيش شويه. انتوا عسولين خالص مع بعض ما شاء الله، ربنا يحفظكم. الله يخليك يا اسلام، عسل قوي بجد ما شاء الله. الفستان منين؟ شيماء اللي عاملاه من عند شيماء. انت حبيتها ليه؟ مفيش اسباب، ما اعرفش اسباب. وممكن تسأل اي اتنين بيحبوا بعض حبوا بعض ليه؟ لو قالوا لك اسباب اعرف انهم ما حبوش بعض. مفيش اسباب والله. الحب ده يا ابني بيجي كده، بتلاقي او يا بنتي مش عارف اسمك ايه، تجنى جنى باين، ما اعرفش اسمك ايه. بيجي كده من عند ربنا. انت بتبقى مش عارف ليه ولا اشمعنى، ولا هو ربنا بيزرع في قلبك حب للشخص ده فانت بتحبه تلقائي، وبيزرع في قلبه برضه حب ليك او ان هو يتقبلك، فواحده واحده يبقى معجب بيك وبعد كده يحبك. ف يعني ده ملكوت يعني. ايه رايك؟ هو عشيك تستاهل تتعشى. تعمل البشاميل اللي نفسي فيها؟ اعمل لك البشاميل. ايوه بقى دي. الفستان يقرف حبيبي والله. حبيبي مش كل الناس ذوقها حلو. حبيبي. مش عارف ايه ده، مش عارف. شيماء هتعمل فقرات في المطبخ وافكار متحمسين نشوفها في المطبخ. يا جماعه هنعمل، والله ما عملت حاجه. استهدوا بالله يا جماعه. بيدوروا سندوتش الحواوشي اللي احنا لسه واكلينه. بيدوروا على فوق تقريبا. لو جبت ولاد هتسموهم ايه؟ والله يا جماعه ما نعرفش هنسميهم ايه. ده العيال الصغيره بتبقى لسه بيقول لك انا مرتبط ومسمين عيال، ويقول لها يا ام ادم، وتقول له واحنا والله ما عارفين يا جدعان لو جم هنسميهم. بجد سايبينها على الله. والله على الله. ربنا يكرم بيهم بس على الله. الاول وبعد كده انا ماشي فيها كده على الله، على الله، على الله. والله ما عارفين يا جماعه يعني. كل حاجه بتيجي برزقها وباسمها وكل حاجه. فما ازيكم عاملين ايه؟ ازيك عامل ايه؟ كاتبين الفرح في اكتوبر، بس الفرح هنا في المدينه. انتوا ساكنين هنا ولا اكتوبر؟ زعلانه قوي اني ما حضرتش فرح. هو الفرح كان في السادات، بس احنا قاعدين في اكتوبر يعني. وبس. ايه المميزات والعيوب في العلاقات عموما؟ ما يعني ايه؟ فاهم حاجه؟ علاقات ايه من ناحيه ايه يعني؟ علاقات الحب وكده؟ مش فاهم. لو العلاقات بتاعت الجواز عامة فالجواز العيوب بتاعته هي المميزات بتاعته. يعني ايه؟ يعني أنا بالنسبة لي أنا الحلو في الجواز إن خلاص بقى في بيت مستقل، انت مسؤولة عنه، انت بتظبطيه على مزاجك، بتعملي الأكل على مزاجك، الدنيا كلها ماشية بتخطيطك انت. العيوب ان الدنيا كلها ماشيه بتخطيطك انت. والبيت ده بقى بتاعك، وانت اللي هتروقيه، وانت اللي هتعمليه على مزاجك، وانت اللي مسؤوله عنه. يعني من الاخر يعني انت اللي تتعبي فيه. فمسؤوليه عليكي يعني. بس انت بتتكلمي كبنت مش كراجل. وكبقى ايه بقى بعيدا عن البيت اللي هو كل واحد بيتكلم على اللي يخصه عشان ما نبقاش سطحيين يعني. الحياه جديده بقى، حياه جديده مع شخص انت كنت قاعده يعني. بس ماشي يا شيماء، بتقول لك ايه المميزات والعيوب في العلاقات عموما؟ اللي قاعد متجوزين مش فاهم. سيبك منها عشان مش فاهم حاجه. معلش مش فاهم والله مش فاهم. انت فاهمه؟ انا جاوبت على اللي انا فاهماه بقى. والله انت ما فاهمه حاجه ومش عارفه انت جاوبتي على ايه. والمصحف ما فاهمه حاجه، وكتاب الله ما فاهمه حاجه. وفسروا الاسئله شويه.
ايه اكتر حاجه عجبتك في شوشي؟ كلها. ايه ماشي. انا قلت حاجه غلط والله، انا قلت كلها. وبصراحه يا جماعه في اسئله كتير بقى، بس انا مش قادر، عايز اروح اتعشى. وانا مبسوط قوي ان انا عملت فيديو زي ده واتكلمت معاكم، عشان انا بقالي كتير ما بتكلمش معاكم. وانا كنت بعمل فيديوهات زمان على اليوتيوب، بس انا ما بقيتش اعمل، فهنرجع نعمل ان شاء الله. ومعايا الوجه الجديد ده. انا بالنسبه لي دي كانت اول مره ان انا اتكلم قدام كاميرا عامه، او ان انا اصور فيديو بصوتي. مش اول مره قوي يعني، بس بالنسبه للفيديو طويل. ف بس ان شاء الله تشوفوني كتير في حاجات مختلفه يعني. احنا عملنا الفيديو ده عشان بنحبكم وعايزين نجاوب على اسئلتكم ونبقى معاكم ونتواصل معاكم. حابين يبقى عندنا صحاب كتير حلوين زيكم يعني. وشكرا على اي حد كتب لنا كومنت حلو في اي وقت وفي اي مكان. وشكرا برضو اللي كتب كومنت وحش، مش مشكله عادي، المهم انه كتب. فا I love you، احنا بنحبكم، واعملوا لنا لايك واستنوا الجديد عشان هنبهركم الايام اللي اتمنى جايه. يكون اداء عجبكم. اتمنى يا جماعه انكم تكونوا اتبسطتوا معانا ويكون اداء عجبكم. برضه نفس الكلمه. واتمنى تكونوا حبيتونا يعني، ونبقى لطاف مع بعض وخفاف على قلب بعض. يلا، ولو عجبكم الفيديو عجبكم بالبب دوسوا لايك، سبسكرايب، وقولوا لنا كلمه حلوه، مش مشكله حمد خالص. و ضن قومي من هنا. يلا يا جماعه، ولو عجبكم الموضوع يعني، وعايزين ان احنا نعمل فيديوهات تانية او كده، هو اسك تاني ولا فيديوهات؟ اسك تاني، فيديوهات، اي حاجه عامه حابين تشوفونا تاني قولوا لنا برضه. باي.